في أسرار مهما عدى عليها الزمن بيفضل ليها طيف وبيفضل ليها صدى، زي وشوش بتهمس في ودنك من آلاف السنين وتقولك في اللي لسه ما تعرفش. احنا مش هنفتح ملف قديم، احنا هنفتح باب المفروض ما كانش انه يتفتح. تعال معايا نرجع لأكتر من 3000 سنة فاتوا. مصر القديمة الكهنة ما كانوش بيسجلوا التاريخ علشان الناس تعرف، لكن عشان اللي يجي بعدهم ما ينساش. بس في بردية واحدة خربت كل الروايات، بردية مكتوبة بالخط الهيراتيقي، ما لقوهاش في معبد ولا تابوت، لقوها في صناديق آثار رايحة لإيطاليا، وأول ما وصلت اتقطعت لأكتر من 160 حتة. وده مش صدفة، لا، علشان كانت بتقول حاجات محدش كان عايز الناس تعرفها. البردية دي بتقول إن في ملوك حكموا مصر قبل الملك مينا وقبل الأسرات وقبل التاريخ كله، ملوك أسمائهم غريبة وفترات حكمهم آلاف السنين، يعني مش 100 ولا 200 سنة، لا، في أسماء ملوك بيقولوا إن هم حكموا 1300 سنة و1700 سنة. طب مين دول؟ بشر ولا آلهة ولا حاجة تانية؟ ومن يوم ما البردية دي اتعرفت والأكاديميين بينكروها وبيحاولوا يفسروها تفسيرات رمزية، لكن على الجهة التانية في باحثين بيقولوا لا، الكلام ده حقيقي، في حضارة أقدم، في سر الفراعنة خبوه واحنا ما نعرفش عنه حاجة، بس اللي كتب البردية دي عارف. يا ترى هل بردية تورين اتقطعت عشان ما نعرفش الحقيقة، ولا الحقيقة مرعبة لدرجة إننا مش مستعدين نسمعها؟ مش كل ورقة مكتوبة معناها إنك تقدر تقرأها، في أوراق هي اللي بتقرأك. أنا وليد صفوت، وده برنامج كمتاوي.